السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين حكاية العمارة ال60 دور؟ هحكيها لكم. كان في 2 شباب من الأرياف جم القاهرة للعمل، بحثوا عن سكن رخيص فلم يجدوا إلا حجرة فوق السطوح لعمارة 60 دور، والأسانسير بيقفل بعد الساعة 12. في مرة جم متأخرين، فالشاب بيقول له لصاحبه هنعمل ايه؟ قال له نطلع على السلم. قال له نطلع 60 دور؟ قال له مش احسن من اننا نبات في الشارع؟ المهم اتفقوا اول 20 دور ياخدوها ضحك وهزار وتنطيط، وال20 دور اللي بعدها يحكوا حكاية طويلة، واخر 20 دور يحكوا قصة حزينة. وبالفعل عملوا كده، اول 20 دور ضحك وتنطيط وفرح، واللي بعدها القصة الطويلة، وبعدين القصة الحزينة. وصلوا السطوح مكسرين. واحد منهم قال لصاحبه أقول لك حاجة نكد أكتر من القصة الحزينة؟ قال له قول. قال له أنا نسيت المفتاح بتاع الغرفة تحت، مين هينزل يجيبه؟ القصة رمزية. العمارة 60 دور هي عمرك. أول 20 دور يعني أول 20 سنة ضحك وهزار ولعب من غير مسؤولية ومشغول عن ربنا. وتاني 20 سنة القصة الطويلة، عاوز يتجوز وبيدور على عروسة وعاوز شقة يفرشها وعاوز يجيب عيال تروح المدرسة ويتعلموا. قصة طويلة لحد 40 وبرضه مشغول عن ربنا. آخر 20 سنة القصة الحزينة، النظر ضعف والركب شخللت والظهر انحنى وعاوز دكتور وعلاج وخلاص مش قادر يروح الجامع. هوب وصل لآخر العمر. فين المفتاح؟ فين لا إله إلا الله في حياتك؟ عملت إيه صالح؟ طب أرجع أجيب الدين؟ أجيب المفتاح؟ ما ينفعش. كلمتين ونص. خدوا بالكم من عمركم، بيتسرق منكم. ولو انت في اي مرحلة خليك مع ربنا، تلاقي الحياة حلوة وجميلة. أسامة.